ومن أعاجيب ما ذكره شيخ الإسلام في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. اختلفت أقوال المفسرين ما هي الطريقة، هل الطريقة الحسنة ولا الطريقة السيئة؟ اللي خلى بعض المفسرين يختار إنه قال لو استقاموا على الطريقة السيئة، قال لك إزاي لنفتنهم فيه؟ يعني الفتنة تيجي بعد العبادة. اختار جمع المفسرين أن الطريق الصحيح، فقالوا طب يعني ايه لنفتنهم فيه؟ شيخ الإسلام بيقول أن الإنسان، ملخص الكلام، الإنسان قد يفعل طاعة فيعطى على إثر الطاعة نعما عظيمة فتكون النعمة سببا لفتنته. يعني ممكن واحد يجتهد في الطاعات، وده على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعات، فيفتح له بسبب جهاده واجتهاده، فيكون الفتح الذي جاء بعد الطاعة سببا لفتنته. وخصوصا اللي بيجي بعد الطاعة الإنسان بيشعر أنه أحق وأنه خلاص